يلا بينا نعمل حاجة حلوة من غير دقيق ولا بيض ولا المكونات الخزعبلية اللي احنا بنشوفها. هنعمل النهاردة حلو سهل وسريع وبسيط. بس لو اول مرة تشوفيني، انا شروق. ما تنسيش سبسكرايب للقناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. المكونات بتاعتي: عندي باكيتين من بسكوت الاوريو او اي نوع بسكوت بالشوكولاته، عندي كمان نص كوبايه حليب دافي، عندي كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، و3 معالق من الشوكليت شيبس. لو مش متوفره مش مهم، بس هي بتدي نكهه كده للكيك وبتخلي طعمها غني اكتر. هننزل بالبسكوت بقى في الكبه وهنطحنه كويس قوي. انا عاوزه البسكوت يكون ناعم جدا علشان خاطر ما يعملش تكتلات. هديله ضربتين 3 كده لغايه لما احس انه خلاص بقى البسكوت ناعم جدا بالشكل ده. هفضيه بقى في بوله فاضيه ونضيفه، وهحط كمان معلقه البيكنج باودر واللبن. هنزل بالتدريج واحده واحده عشان انا مش عايزه الخليط بتاعي يكون سايل قوي او ماسك قوي كده. انا حطيت البيكنج باودر وهحط اللبن وهبتدي ان انا اقلب فيهم. هنزل باللبن بتاعي واحده واحده زي ما قلنا. هي خدت بالظبط نص الكوبايه اللي قلنا عليها. هقلبها بقى كويس قوي لغايه لما احس ان الخليط بتاع الكيك بقى جاهز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. عندي بقى طاجنين من الفخار، طاجن بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، هو لا كبير قوي ولا صغير قوي، هو وسط. هنزل بنص الكميه اللي عندي وبعدها هحط الشوكليت شيبس اللي احنا كنا قايلين عليها في الاول. لو مش متوفر شوكليت شيبس، ممكن لو عندك بار من الشوكولاته تاخدي منه حتتين 3، او لو مش متوفره عادي هي مش هتأثر معاكي في حاجه. كده نزلت بباقي الخليط، وانا كده دلوقتي خلصت الكميتين بتوع الطاجن. هحطهم بقى في الميكروويف 3 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده، واطلعهم. كده هما طلعوا عندي اهم، شايفين بتبظ وتلظ شوكولاته. هسيبهم بقى لما يبردوا وبعدين هزينهم. لو عندي بقى شويه نوتيلا هحط عليهم من على الوش. دي نوتيلا انا كنت عاملاها في البيت، لو عاوزين الطريقه اكتبولي في الكومنت وهقولكوا عليها. شايفين السمك بتاعها كمان تقيل وجميل قوي. طريقتها سهله وبسيطه. هنزين وشها بقى بشويه كراميل وشوكليت شيبس او كريسبي، او كمان لو عندي شوكولاته مالتيزرز اللي هي الكبيره دي هنحط على الوش. مش متوفره انتوا تقدروا تاكلوه كده عادي. وبس كده الطاجن بتاعي خلص، وبألف هنا وشفا على قلبكم. اتمنى يكون ان الفيديو عجبكم النهارده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بوصفه جديده.